استنوا الناس تجمع بس كده عشان هو كالعادة طبعا. موضوع النت عندي هنا فيه مشكلة جدا في الشبكة. بس ان شاء الله النهاردة كل الناس هتبقى مبسوطة من الفيديو ده. اول مرة طبعا اطلع مع الناس واتكلم معاهم في حتة تحليل المباراة ووجهة نظري في المباراة قبل ما تبدأ. وطبعا ان شاء الله اتمنى طبعا الفوز للنادي الاهلي في المباراة، ونتيجة انا المتوقعة يعني ان من وجهة نظري هتحصل ان شاء الله. المباراة دي هتبقى مفتوحة، المباراة دي هيبقى فيها اهداف من الفرقتين، يعني عشان برضو هنا يبقوا يعني عندنا يقين ان الفرقه التانيه دي برضو فرقه قويه جدا. عشان الناس ايه مفكره ان الفرقه ديت يعني ايه على قدها. لا، الفرقه دي يعني اتعمل لها حساب. الفرقه دي ليها مميزات ولها عيوب. هنتكلم كلنا ان شاء الله النهارده على مميزات الفرقه ديت وعيوبها وازاي نلعبها وايه التشكيل الامثل للنادي الاهلي في المباراه دي. هنتكلم مع بعضنا ان شاء الله. اتمنى الناس كلها يعني اللي هتشارك معايا في اللايف النهارده تقول لي رايها. والله اعلم برضو، يعني تكون وجهه نظري صح، ممكن تكون وجهه نظري غلط، ممكن ناس تانية تتفق معايا وناس ما تتفقش معايا. فعايزين كلنا نحترم وجهه نظر بعض، وكل واحد عنده حاجه عايز يقولها يقولها. كل واحد شايف وجهه نظره ايه. انا جبت عن نفسي فيديوهات للفرقه ديت ومنتشره ليها الاخيره، وبدأت أدرس الفرقة دي من وجهة نظري، يعني مش من أي حاجة تانية. أنا بتكلم كل اللي أنا بقوله ده من وجهة نظري، من اللي أنا شفته. والله أعلم ممكن ناس تقتنع بيه وناس ما تقتنعش بيه. أولا بس حابب أكلمكم على على الفرقة ديت. أنا حضرت عنها شوية حاجات يعني، أتمنى الناس كلها يعني تركز معايا. ال- النهاردة حضرت بس عن الفرقة ديت حاجة كده بسيطة. أولا ترتيب فرقة فلومينسي ديت في الدوري البرازيلي. هي في المركز السابع دلوقتي، عندها 56 نقطة، بفارق عن المركز الأول اللي هو بالميراس البرازيلي بفارق 14 نقطة. فإذا هي في مركز يعني يعتبر متدني، مش بينافس على الدوري. أنت بتتكلم بفرق 14 نقطة ما بينه وما بين الأول في الدوري البرازيلي اللي هو بالميراس، اللي هو بالنسبة لي أنا شايفه إن هو كان فريق أقوى من فرقة فلومينسي. بس فرقة فلومينسي ليها نقط قوة وإيجابية كتيرة جدا، وليها نقط سلبية كتيرة جدا. ده اللي أنا طالع أتكلم معاكم فيه النهاردة. تمام. الاول بس الفرقه دي لعبت من اول السيزون، لعبوا 38 مباراه، فازوا في 16 وتعادلوا في 8. بس نسبه الخساره عاليه جدا عندهم، خسروا 14 مباراه. انا عايز بس الناس ايه يعني تركز في الارقام اللي بتتقال. انا بقول لك الفرقه بتاعت فلومينسي لعبت 38 مباراه، 38 مباراه دول فازوا منهم من 16 بس من ال 38. تمام. وتعادلوا في 8 مباريات وخسروا تعادلوا 8 مباريات وخسروا 14 مباراة. الفرقة دي بقى سجلت قد ايه يا جماعة؟ الفرقة دي عشان برضو نبقى عارفين قوة الفريق اللي قدامنا في الحالة التهديفية عاملة ازاي. الفرقة دي مسجلة 51 هدف. الفرقة دي مسجلة ايه؟ 51 هدف. واحد يقول لي انا يعني رقم ما يخوفش في 38 مباراة. لا، رقم يخوف. معاهم ناس قدام الفينش بتاعهم على مستوى عالي. هنتكلم عنهم واحد واحد، وهنتكلم عن الفرقة والتشكيل والناس دي بتلعب بمين وايه نقط ضعفهم ونقط قوتهم، ده جايين فيه. بس انا بكلمك ان فرقة جايبة في 38 مباراة 51 هدف، دي حاجة جامدة، دي حاجة تحسب لهم كهجوم. هو عموما الفرقة دي اكتر فرقة بتشبهني بفرقة سان داونز. يعني طبعا مع احترامي، يعني طبعا البرازيليين هم اللي بدأوا الكرة على الارض وهم اللي عملوا القصة دي كلها. فمعلش يعني ممكن الناس بس هخليهم يشاركوا. بس انا عايز الناس الاول تسمعني في التحليل اللي احنا محضرينه النهارده والارقام اللي احنا محضرينها النهارده. زي ما قلنا كده ان الناس دي فازت في 16 مباراه، تعادلوا في 8، خسروا 14 مباراه، سجلوا 51 هدف. ودي نقطه قوه في فرقه فلومينسي. تمام. قوه الهجوم عندهم جامده جدا. استقبلوا 47 هدف، ودي برضو حاجه تدل ان الفريق ده عنده مشكله. يعني الفريق ده عنده مشكله دفاعيه، هنتكلم عنها وهنقوله عنها. ايه نقط ضعفهم وايه ايه اللي سبب ان يخش فيهم 47 هدف في 38 مباراة يدخل فيهم 47 هدف. دي نسبة كبيرة جدا. يعني انا الناس كلها قلتها والله، الناس كلها هخليها تشارك معايا، والناس كلها هخليها تشارك اللايف ان شاء الله معايا. بس احنا الاول عايز الناس كلها تسمعنا.
بالنسبه لفرقه فلومينسي، اخر مباراتين الفرقه دي لعبتهم كانوا هزيمه، يعني خسروا اخر مباراتين. اخر مباراه كانت على ملعبهم، خسروا بنتيجه 3-2. اذا الفرقه دي بتلعب مبارياتها بطريقه مفتوحه، يعني الفرقه دي بتلعب كوره، يعني جيب وانا اجيب بمعنى صح، يعني انت هاجمني وهاجمك واللي يهدف. يعني الناس بتلعب كوره للكوره، يعني فاهم قصدي؟ الفرقه دي بتلعب كوره للكوره، مش بتلعب بقى مش فريق بيقفل. هم بيقفلوا وبيعملوا كده قدام الفرق الكبيره، يعني فلومينسي قدام الفرق الكبيره بيسيب لهم الكوره وبيقابل من تحت، وليهم نظام تاني خالص في حاله لما بيقابلوا فريق. هل هم هيلعبونا بالطريقه دي او بالطريقه اللي احنا هنقوله عليها اللي هم طريقه لعبهم المعتاده؟ طبعا هو مش عارفك ومش عارف الاهلي ومش عارف قيمه الاهلي، مش عارف اي حاجه عن القصه دي. ان شاء الله احنا هنعرفوهم المباراه دي، ان شاء الله هنعرفوهم احنا قدهم، وان شاء الله هنكسب. انا متفائل. تاني مباراه خسرها كان بيلعب بالميراس على ملعب بالميراس وخسر بنتيجه 1-0. اذا اخر مباراتين في الدوري، للفرقه دي خسرانه اخر مباراتين، خسرانه 1-0 وخسرانه على ملعبها 3-2. اذا الفرقه ديت يعني مش بتدافع، يعني الفرقه دي مش بتدافع، الفرقه دي بتروح وبتهاجم دي النقطه. تعال بقى نتكلم على تشكيل الفرقه دي وبيلعبوا بمين. بص انا هجيب لك التشكيل الشبه الاساسي اللي هو بيشارك في كل المباريات، الا في مركز واحد اللي هو الجناح اليمين، باك اليمين. هو المركز الوحيد اللي المدرب بيغيره، يعني هو بيلعب على طول بلعيب اسمه جوجا، فبديله بيبقى لعيب تاني اسمه صامويل. جوجا ده رقم 23، ده الباك اليمين، بيبقى بديله صامويل دوت بيبقى رقم 2. تمام. هكلمكم على الفرقة والتشكيل الأساسي اللي هو دايما بيلعب بيه فلومينسي البرازيلي دوت، وهنتكلم ايه نقط قوتهم وايه نقط ضعفهم وازاي لعبهم وانه تشكيل امثل للنادي الاهلي يبدا بالمباراه. هقول لكم من وجهه نظر التشكيل اللي من وجهه نظر انا، والتشكيل اللي متوقع من الراجل اللي هو يعني اكيد مش هيغير فيه كتير، وهيلعب بالتشكيل اللي لعب باخر مباراه قدام اتحاد جده. بس انا ليا خلافات على التشكيل ده في حاله واحده بس، هنتكلم عنها ان شاء الله، بس واحده واحده. اولا الفرقه بتبدا بفابيو سانتوس اللي هو الحارس، عنده 43 سنه، حارس رقم واحد. فابيو سانتوس، حبيبي يا بلال، منورنا بلبل يا حبيبي يا عالمي، انت اللي عالمي والله يا بلبل. خليك معايا بقى بلال على اللايف عشان نشارك كلنا مع بعضنا ان شاء الله. كل واحد يقول رايه ويشوف وجهه نظري، يعني ونشوف وجهه النظر الناس هتقتنع بيها ولا لا. اول حاجه هنعرف بس مع بعضنا، احنا عرضنا شويه ارقام كده عشان في الناس كلها دخلت معانا، سلطان والناس كلها دخلت معانا، الناس دي اخواتي وحبايبي يعني، بعيد عن اي حاجه، واهلاويه وناس يعني تعز على قلبي كتير، يعني عشره عمري يعني. فدلوقتي عشان الناس بس اللي ما كانتش معانا على اللايف يا سلطان، احنا اتكلمنا وقلت محضر شويه بس داتا كده عن الفرقه اللي احنا هنلعبها. بقول لك يا جماعه، ترتيب الفرقه دي في الدوري البرازيلي دلوقتي في المركز السابع زي ما قلنا، بس عشان الناس اللي ما كانتش معاها على اللايف. لعبوا 38 مباراه، الناس دي فازت في 16 مباراه وتعادلوا في 8 وخسروا في 14 مباراه. الفرقه دي سجلت 51 هدف، وده رقم كبير جدا في المباريات دي. في 38 مباراه انك تجيب 51 هدف، انت المعدل بتاعك عالي، بس استقبل 47 هدف، ودي فرقه فيها مشاكل في الخطوط الدفاعيه هنتكلم عنها ان شاء الله في الحاجات اللي انا محضرها لكم. ان شاء الله النهارده كلكم تبقوا مبسوطين من الفيديو ده. ومعلش انا اول مره طبعا، انا مش بتفلسف على حد والله، دي وجهه نظر، انا ذاكرت الفرقه دي من وجهه نظري، اتفرجت على فيديوهات ليها واتفرجت لهم على ماتشات اخيره لعبوها. الفرقه دي في اخر مباراتين في الدوري، دي الحاجات اللي انا اتكلمت فيها سريعا كده، الحبه الدقيقتين ثلاثه اللي فاتوا. اخر مباراتين اسف لعبوهم في الدوري البرازيلي، خسروا على ملعبهم بنتيجه 3-2، وخسروا من بالميراس على ملعب بالميراس 1-0. اذا ايه دول النتيجتين اللي هم لعبوهم اخر مباراتين في الدوري المصري. تمام. تعال بقى اكلمكم على التشكيل الاساسي اللي هو يعني بنسبه 100% هيلعب قدام النادي الاهلي، الا في تغييره واحده اللي هي باك اليمين اللي بيلعب على طول اللي اسمه جوجا. دايما لما مدرب بيحب بيغير في الباك اليمين، بس بيلعب بلعيب تاني اسمه صامويل رقم 2، وبيلعب جوجا دوت اساسي على طول اللي هو اللعيب رقم 23. ده المركز الوحيد اللي بيتغير في الفرقه دي. تعال اكلمكم بقى عن ايه التشكيل الاول. اقول لكم الاسامي: فابيو سانتوس حارس المرمى، ده عنده 43 سنه. دي حاجه انا بس هكلمكم على معدل الاعمار يعني في اخر الفيديو، ايه مزاياها وايه اللي ممكن نستفيد منها.
سلطان انت راجل لعيب كوره وفاهم كوره حبيبي. سلطان انت منورني والله العظيم، من الناس اللي انا تعز على قلبي يعني، ودايما بتشارك رايك معايا مهم، ودايما بتقول بصراحه اراء مهمه. خليك معايا بقى سلطان، عشان ايه الفيديو ده هيعجبك قوي. النهارده احنا بنحلل الفرقه دي، وشوف التحليل اللي انا محضره للناس دي، وشوف الناس اللي هتطلع تتكلم في تعليلات على القنوات والسوشيال ميديا هتتكلم تقول نفس كلامي ولا مختلف عني. تمام. وشوف في الاخر، وبعمل مقارنه، واعملوا مقارنات يا جماعه ما بين كلام، انا مش بتفلسف على حد والله، بس اعملوا مقارنات ما بين الناس اللي بتتكلم، ناس اساتذتنا طبعا في التحليل، في تامر بدوي واحمد عز والناس كلها، وجمهور التالتة مع ابراهيم فايق، والناس كلها بتطلع بتتكلم وبتحلل وبتقول تحليلات يعني بيبقى في غايه الروعه. بس انا بتكلم، انا درست الفرقه دي والله من وجهه نظري، وهكلمكم ان شاء الله تستمتعوا ان شاء الله بالفيديو. قلنا الحارس فابيو سانتوس، الحارس عنده 43 سنه، عنده مشاكل كتير جدا الحارس ده، هنتكلم عليها. تمام. وباك شمال طبعا يعني الوطن العربي كله ما يخفاش عنه، مارسيلو عنده 35 سنه. دي نقط الاعمار، بس انا بذكر الاعمار ليه؟ وهذكر لكم ارقام اللعيبه عشان الناس تبقى برده مركزه معايا. مارسيلو بيلبس رقم 12، عنده 35 سنه، طبعا ما يخفاش على اي حد. فيليب ميلو عنده 40 سنه، لعيب رقم 30 الاقرع اللي احنا لعبنا وواجهنا اكتر ما واجهنا سان داونز. فيليب ميلو مع بالميراس لعبناه وفزنا عليه بضربات الجزاء اللي اتصدى لها الشناوي بركلات الترجيح، وهم فازوا علينا مره. ده بالنسبه لبالميراس لما كان معاهم فيليب ميلو. ومعاه المدافع الثاني رقم 33، مدافع مميز جدا اسمه نينو. ومعاهم الباك اليمين اللي هو بيلعب بطريق بشبه اساسي اللي هو جوجا رقم 23. وبيلعب لعيب رقم 8 مارتينيلي واندريا، مارتينيلي رقم 8 واندريا رقم 7. وقدامهم صانع العاب جانسو رقم 10. وفي الامام بقى مثلث الرعب اللي هو كينو وارياس وكانوا الفيرود ده. تمام. كينو لعيب رقم 11 عنده 34 سنه، ما يخفاش على الجميع، الراجل ده لعب في نادي بيراميدز، وراجل اول ما جه الدوري المصري كلنا قلنا ان اللعيب ده اعلى من الدوري المصري. تمام. فان شاء الله رب العالمين ما يكونش في يومه، ان شاء الله ما يكونش موفق. وكينو طبعا ما يخفاش على اي حد ان هو لعيب كبير يعني، لعيب كبير. الراجل ده اما بيعدل اللي جوه بيعمل واحده ار2 ربنا يستر يعني، فان شاء الله ما ندوش الفرصه لكده. وارياس اللعيب رقم 21 ده عنده 26 سنه، اصغر لاعبين في الفرقه اللي هم بيلعبوا مركز 8. مارتينيلي واندريا ده رقم 8 ورقم 7، دول اصغر اثنين لعيبه موجودين في الفرقه. تمام. وقلنا كينو عنده 34 سنه، وارياس عنده 26 سنه، وكانوا عنده 35 سنه. الفيرود عنده 35 سنه بس فيرود محترم، فيرود هداف، فيرود لو جاله كورتين ثلاثه في المباراه بيجيب واحده واثنين جون. مش فيرود معلش، مش انطوني موديس اللي احنا تعاقدنا معاه اللي ودانا في 60 دقيقه. الراجل نزل 3 دقايق وخد طرد، ده لازم يرحل. عارف كده، ترفع له يافطه ترحل ويمشي. تمام. فانطوني موديس ده واحد من الناس ما عنديش قناعات بيه خالص. يعني الناس اللي بتقعد يعني تالف وتقول لك اصبر عليه، اصبر عليه امتى ما عنده 40 45 سنه؟ يعني خلينا نتكلموا بالمنطق وبالعقل، وما يصلحش للنادي الاهلي بسبب. فالفرقه دي بتلعب 4 2 3 1 صريحه جدا جدا جدا، خطه هجوميه بحته. بيلعب بقى مختلفه في ايه؟ في 4 2 3 1 بتاعتهم. يعني احنا النادي الاهلي لما كان بيلعب 4 2 3 1 بقفشه، كان بيلعب، لو نفتكر بس ايام حمدي فتحي او ديانج او السوليه، كان بيلعب بالسوليه رقم 8 وديانج 6. يعني كنا بنلعب وقدامهم قفشه بيلعب بلاي ميكر صانع العاب. كنا بنلعب بالسوليه 8 وبيقف على الدايره اليو ديانج كان بيلم. ده 4 2، دي 4 2 3 1 اللي النادي الاهلي كان بيلعبها وكان بينفذها. تمام. الفرقه دي مختلفه عن النادي الاهلي في ايه بقى؟ في 4 2 3 1 انه بيلعب بالاثنين الديفندرات اللي هو مارتينيلي واندريا. ده على فكره اندريا ده يا جماعه لعيب جامد جدا، وربنا يستر منه يعني، ان شاء الله ما يبقاش شايف وما يبقاش يومه. الراجل ده ريال مدريد عايزه، برشلونه عايزه. يعني تخيل بس ان لعيب اقوى ناديين في اسبانيا عايزينه، ويعني ريال مدريد وبرشلونه بيتنافسوا عليه في ظل النجوم اللي موجوده والكوكبه اللي موجوده في نص ملعب ريال مدريد، كامافينجا و... و... وكل اللعيبه الثقيله الموجوده في ريال مدريد، وفالفيردي وتشواميني وبيفكر يتعاقد مع اللعيب ده، يبقى اللعيب ده لعيب كويس ولازم نحط عيننا عليه. اللعيب رقم 7 ومارتينيلي رقم 8. وما يخفاش علينا اللعيب اللي هو جانسو رقم 10 ده بيعمل اسيستات مميزه جدا. في اخر كام مباراه بشوفه الراجل بيلعب الناس كوره، طبعا بقى مع اختلاف يعني، كمان مع مراعاه ان في ثلاثه قدام يخوفوا. كينو طبعا كلنا عارفينه، وكانوا الفيرود دوت
قلت عليه فيرود جامد جدا، وارياس ده رقم 21 لعيب مميز جدا. زي ما قلنا بس ان هو مارتينيلي واندريا ده يختلف في 4 2 3 1، ان الراجل بيلعب بالاثنين تمانيتين، الاثنين مهاجمين، الاثنين دايما زايدين، الاثنين مفيش واحد فيهم ستة زي ديانج كده او مروان عطية واقف الشاش بيقطع، لا الاثنين بينزلوا يستلموا مع بعض، والاثنين بيطلعوا مع بعض وبيعملوا زيادة عددية كبيرة جدا. الفرقة دي بقى بتلعب ازاي يا جماعة؟ الفرقة دي ليها طريقتين لعب. الفرقة دي لما بتيجي تلعب فرقة كبيرة، يمكن كلنا شفناها في البطولة بتاعت لابلتادوريس اللي هي خدتها ديت، آه، كانت بتسيب الكوره، سايبه الكوره للمنافس وواقفين بيقابلوا من تحت مع الفرق، مع بوكا جونيور. كلنا اتفرجنا على المباراه، الناس كتير اتفرجت على المباراه، سابوا الكوره لبوكا جونيور وبقوا بيلعبوا على المرتدات، وعندهم مارتينيلي زي ما قلنا واندريا دول بيستلموا من لعيبه المساكين من خط الظهر، وبيطلعوا بالكوره كويس جدا، وعندهم المهاره الكافيه. طبعا ناس برازيليين عندهم المهاره الكافيه ان هم يعملوا التحول الهجومي اللي يخليك تزعل. وهم فعلا خطفوا في كوره بوكا جونيور وخدوا منه البطوله بالطريقه دي. بس هي دي مش طريقه لعب الفلومنسي النهائي، دي مع الفرق الكبيره اللي هم طبعا عشان هم الناس ما يعرفوش النادي الاهلي ولا قيمه النادي الاهلي ولا تاريخ النادي الاهلي. فالناس اصلا حتى كل تصريحاتهم ان هم يعني فرحانين ان هم ما قابلوش اتحاد جده اللي فيه بنزيما وفابينيو وكانتي وكل اللعيبه المشهوره ديت، ومتخيلين ان الماتش اسهل لهم كده ان هم يلعبوا الاهلي. فان شاء الله يكون يعني وجهة نظرهم غلط، وان شاء الله نفوز عليهم. وده اللي انا متوقعه، وده النتيجه اللي انا ان شاء الله اتوقعها، ان نكسب المباراه 3-1 ان شاء الله. دي النتيجه اللي انا حاسسها يعني، والله اعلم يعني ان شاء الله. يعني انا بالنسبه لي اكسب اي نتيجه. انا السنه دي يا جماعه مش عايز اكتر من ان انا العب فاينل. يعني انا عايز السنه دي معلش مع احترامي الاهلي يكسب بالحظ، يكسب بقى بضربه ثابته، يكسب بواحد صفر، يكسب 2 يكسب زي ما يكسب. انا مش فارق معايا الاداء الخالص في المباراه دي قد ما انا فارق معايا ان احنا زهقنا يا جماعه. مش كل شويه هنروح ناخد برونزيه، مع احترامي يعني ان الناس كلها ناس فرق تانية وفرق منافسه بتتمنى انها حتى تشارك في البطوله مش تاخد برونزيه. بس انا طموحاتي يعني ان انا اروح اخد فضيه ان شاء الله. وليه لا ما نافسش على المباراه. طبعا دي حاجه تانية خالص هنتكلم فيها، بس نعدي مرحله المباراه دي. يعني احنا نعدي مرحله المباراه دي وبعد كده بقى الضحك كله ان شاء الله. يعني هيبقى في فيديو ان شاء الله كده هتتبسطوا منه بعد ان شاء الله ما نعدي، ويبقى دايما وش حلو عليكم، وان شاء الله نعدي مرحله فلومينسي دي. تمام. انا بس هشرح لكم طريقه لعب الفرقه دي بتلعب ازاي. الفرقه دي زي ما قلنا بتلعب 4 2 3 1 صريحه جدا، بس فيهم تركايه جميله جدا لو حد يركز فيها. ايه هي بقى؟ الفرقه دي بتدرس الفرقه المنافسه اللي بتلعب عليها، بتشوف نقط ضعف الفرقه المنافسه اللي بتلعب ضدها وبتلعب عليها. بمعنى صح، اكيد يعني الفرقه دي لا يخفى على حد ان نقطه ضعف النادي الاهلي في اخر فتره هي الحته اللي ورا علي معلول ودوره الدفاعي. الحته دي بيبقى فيها يعني مساحات، بيضطر كولر بيحط عبد المنعم ورا علي معلول اللي يلم من ورا منه. بس بقى التركات اللي الفرقه دي بتعملها مختلفه تماما. مش هتنفع حته ان منعم بس اللي يغطي ورا ورا علي معلول، عشان في تركايه هنا هم بيعملوها. يعني اللي هيركز فيها هيقول لي ما شاء الله عليك انك لقطتها. الناس دي بتعمل ايه بقى؟ يعني لو هم هيهاجموا من ناحيه علي معلول، تمام، وهم خلاص الناس اقتنعوا ان دي اضعف حته في النادي الاهلي، والناس دي هيشتغلوا على الحته دي وهيركزوا عليها. وهم ناس طبعا ناس برازيليين وناس يعني ايه، يعني الكره الضيقه ديت اللي ما بين يعني متر ونص متر دول عادي بالنسبه لهم، تيكي تاكا كده هيعدوا مننا زي السكينه في الحلاوه. تمام. فهم معتمدين على مهاراتهم العاليه جدا في لما بيزنقوا اللعب في جبهه معينه. تمام. فهم اذا هيلعبوا في الجبهه بتاعت علي معلول، وخدها مني زي ما انا بكلمك كده، يعني حط تحتها مليون خط. اكتر في طريق اكتر حاجه للعب في الفرقه دي في المباراه بتاعتنا هتبقى في الجبهه بتاعت علي معلول. تمام. ايه بقى التركات اللي الفرقه دي بتعملها؟ طبعا اي فرقه عندها بتلعب 4 2 3 1 عندها هافين، وهم عندها هافين كينو وارياس. لما بيبقى الكوره في ظهر علي معلول بيبقى طبعا ارياس اللي موجود هاف يمين لفرقه فلومينس. تمام. بيعمل ايه بقى الراجل المدرب دوت؟ عليه ذكاء كبير جدا في الحته دي، عشان بيلعب على قوه المهاريه للاعيبه البرازيليين في حته الخروج بالكره من المساحات الضيقه. بيخلي بيخلي الهاف التاني يشارك ويضم في نفس الجبهه
اللي فيها لعب. يعني تخيل رياس اللي هو في اليمين، اللي هو في الشمال جاي يسانده، هو في الشمال جاي يسانده بجانب ان اندريا او مارتينيلي بيسند معاهم، وجانسو اللي هو صانع الالعاب بيعملوا هنا تخمه من اللعيبه في المنطقه الصغيره دي. بيعملوا بقى وان تو هات، وبيعملوا حاجات بقى الشغل البرازيليين ورا ويضربوا الفرقه في بباص ودبل باص وبتاع وثلاثيات وبتاع، وبيخرجوا بالطريقه دي. الطريقه دي تركها صايعه جدا، وفي نفس الوقت لاعب جامد جدا الاهلي هيقدر يعمله. ايه هو اللي انا الحل اللي ليها يعني؟ الناس دي لو قدرت تخترق الحته دي هتزعلنا كتير جدا في جبهه علي معلول. لو كولر مش صاحلها، الراجل ده بيعمل زياده عدديه وبيعمل تخمه عدديه، فاصبح ان هو في الحته اللي في ظهر علي معلول ده يبقى ست وسبع لعيبه في الحته اليمين دي بس. يعني في الحته اليمين دي بس ست وسبع لعيبه، ده هيقدروا اكيد يخترقوا وهيبقوا قريبين من بعض. وهم طبعا ناس برازيليين الكوره القريبه جدا ديت هم مميزين بيها. تمام. الحاجه ويخش بقى كمان ايه يعني، اتفرج على متعه الفرقه دي. انا الصراحه التركه دي عجبتني قوي من المدرب ده. يقوم جاي جايب زي ما قلنا كينو كده في ناحيه الهاف اليمين، وبيخش صانع الالعاب وبيخش لعيب من نص الملعب، ومارسيلو بيرحل اللي هو الباك الشمال بيرحل لنص الملعب، وبيقدم قدام شويه بياخد دور الهاف الشمال اللي هو كينو اللي راح في الهجمه. اللي انا يعني عايز الناس تركز معايا تبقى فاهمه التركيه دي بتتعمل ازاي. والله العظيم يا جماعه الناس بتعملها بالصياعه، مجرمين في مجرمين كوره فيها. فان شاء الله يبقى صح لها كولر ويبقى مركز فيها. فلو احنا في حاله قطع الكوره هنا، قطع الكوره هنا من الناس دي، مش عايز اقول لك ان في مساحات ورا من ورا خط ظهرهم، ان حتى المساكين لما بيعملوا اللعب هم بياخدوا، بص بيعملوا ايه، بياخدوا الفرقه كلها كتله في طريقه لعب معينه في جبهه معينه. وخلاص انا شايف ان ده اضعف حته فيك، انا هزنقك هنا، انا اعدي من هنا، انا هروح من هنا وهرفع من هنا وهعمل عرضيات من هنا، وكل حاجه خطره هعملها لك من هنا، هعمل لك هسبب لك مشاكل وازمه تكره نفسك من الجبهه دي. وبتلاقي المساكين اللي هو فيليبي ميلو ونينو على الدايره، على الدايره للفريق اللي هم بيلعبوه. فانت هنا في حاله ان انت لو قدرت ان انت تستخلص الكوره في الحته دي، في الحته دي اللي هي اللي هم هيهاجموك منها بالكتله الدفاعيه دي، وتعمل باص قوي جدا على الارض. وحط تحت كلمه على الارض دي مليون خط، ان هم لما بتيجي تعمل باص طويل عندهم فيليب ميلو ونينو دولت مميزين جدا في العاب الهوا. فمستحيل ان هم ايه الكوره تعديهم، وعارفين ان الفرقه هتاخد الكوره او يوم ما هتقطع هتلعب الطويله. هم بيبقوا مركزين في كده وعارفين كده. فانا شايف ان يوم ما تاخد الكوره منهم، سواء امام عاشور سواء اي، يحمل باص قوي جدا في الجبهه العكسيه. يعني انت يوم ما امام يقطع من جبهه علي معلول على طول يرفع وشه ويعملها باص على الارض قوي جدا لبيرسي تاو مثلا يبقى طالع، او هاني يبقى طالع، او اي حاجه، اي حد يبقى طالع، هتعمل انفرادات صريحه، هتعمل انفرادات صريحه لو احنا قدرنا نستخلص الكرة من طريقه لعب الفرقه دي. تمام. دي التركية اللي هم بيعملوها. يعني دي التركية ليها مخاطره، ليها مخاطره طبعا. هم ناس بقى برازيليين بيلعبوا بيخاطروا بمهاراتهم العاليه ان هم يقدروا في الخطوط الصغيره جدا اللي هم بيعملوها ديت. يعني خدها مني بقى، يعني زي ما بلال بيقول كده، ان يعني نجم المباراه دي حط تحتها مليون خط هيبقى هاني وبيرسي تاو. ليه بقى؟ ان هو زي ما قلت لك ان الفرقه دي هتركز على نقط الضعف اللي عندك، وقلت لك بيعملوا تخمه هجوميه قويه جدا من الجبهه اللي هم بيبقوا من وجهه نظرهم شايفينها الاضعف، اللي هي عندنا مثلا علي معلول هيلعبوا من ناحيتها، يعملوا تخمه دفاعيه. فانت لو قدرت تستخلص الكوره بالحيويه بتاعت نص الملعب، ان انت برضو معدلات الاعمار عندك في الفرقه اصغر منهم بكتير، فديت انت لو قدرت تقطع الكوره وزي ما قلت تحط تحت مليون ومليون خط انك تلعب الكوره بقوه على الارض مش هوائيه، تلعب الكوره هتعمل انفرادات صريحه. الماتش ده مليان مساحات يا جماعه، والله الماتش ده مليان مساحات، والماتش ده هيبقى فيه اهداف كتير جدا. الماتش ده هيبقى فيه اهداف كتير جدا. دي توقعي الشخصي، والله اعلم. جايز الفرقتين ينزلوا خايفين من بعض، جايز كولر ينزل مأمن المباراه وبرضه بيقابل ويلعب على المرتده. الله اعلم كولر هيعمل ايه، يعني كولر هيعمل ايه، وجهه نظره هتبقى عامله ازاي في المباراه، دي حاجه تانية. بس انا بتكلم في السيناريو ان لو الاهلي عنده حالتين يلعب بيهم الفرقه دي. الحاله الاولى ان هو اللي كولر يعمل ضغط عالي من قدام عشان يستغل مثلا معدل الاعمار العالي في الفرقه. فليب ميلو عنده 40 سنه، ونينو عنده 33 سنه، وجوجا ده عنده 26 سنه، والكلام ده كله مارسيلو 35 سنه، فتعمل عليهم ضغط عالي
وارد وارد انك تنجح معاك وتقطع منهم الكرة من بدري قوي وتريح نفسك وتضغطهم وانك تهدف. وارد قوي في الكوره، بس انا بتكلم ان هم عندهم، دول ناس برازيليين عندهم الكرة الحلوه طبعا الممتعه، ان بيعرفوا يطلعوا بالكرة من تحت وبتاع، فممكن الموضوع ما ينجحش معاك. انا بكلمك في حاجه تانية. انا وجهه نظري والله اعلم، انا بالنسبه لي انا عايز الاهلي يعدي باي حاجه، باي نتيجه، وباي شكل وباي اداء، احنا نوصل فاينل. انا بالنسبه لي المباراه دي بالنسبه لي مباراه فاينل. انا مش عايز حاجه تانية، ما عنديش طموح تاني على فكره. يعني انا هعدي المباراه دي، ما عنديش طموح تاني، ما تقوليش نكسبوا السيتي عشان المباراه دي صعبه جدا يعني. فربنا يستر علينا واحنا اصلا وصلنا السيتي اللي وصلنا للسيتي يعني. بس ان شاء الله نعدي بس المرحله دي، ويبقى دايما وش حلو عليكم كده، ونعدي ان شاء الله المرحله دي. فانا بقول لك دي التركايه اللي الفرقه دي بتلعب عليها. تمام. اقول لك بقى حاجه جميله، زي وزي ما قلت لك كده، دي فرقه فلومنسي في حاله الهجوم. وصفتها لك وشرحتها لك ازاي الفرقه دي بتعمل تخمه عدديه، وبتعمل بتستغل جبهه معينه للفريق المنافس، بتشوف هي اضعف اضعف مكان يقدروا يتوغلوا منه ويعملوا منه، وناس مهاريه وعندها كوره. وقلت لك خلي بالك من اندريا ومارتينيلي في الطلوع بالكوره. الناس دي لو قدرت تطلع بالكوره من تحت وتخترق نص ملعبنا وتعدي نص ملعبنا، هتسبب علينا خطوره جدا. ان الثلاثه اللي قدام عندهم خطيرين جدا. كينو طبعا لا يخفى على حد، كانوا الفيرود ده يعني فيرود بوبع بمعنى صح. اندرياس ده تقريبا برضو لعيب جامد جدا. ففي فرقه يعني لعيبه على مستوى عالي. ايه بقى اللي طريقه الاهلي؟ هتيجي تقول لي طب ما انت عقدتنا يا عم، وانت يعني هنكسب الفرقه دي ازاي؟ انت عمال تشكر فيهم تشكر فيهم ايه؟ طب نقعد ضعفهم يا عم، والاهلي يلعبهم ازاي؟ وانا تشكيل الاهلي يلعبهم بيه، او ارجع واقول لك يا عم استناني. وانا برضو مش هحطك كده في الليله دي واقوم جاي سايبك متدبس ومش عارف انت هتعمل ايه. تقول لي الله طب ما نسيب لهم الماتش ونمشي احسن. لا يا عم، انا هقول لك الحل. الاهلي قدامه طريقتين تمام يحل شفره فلومينسي بيها. ايه هي بقى الطريقتين دول؟ اولا لو اتكلمنا وقلنا ان النادي الاهلي هيحط تشكيل مباراة اتحاد جدة، اللي هو كان الشناوي وياسر عبد المنعم علي معلول محمد هاني مروان عطية كوكا امام عاشور بيرسيتاو حسين الشحات كهربا. تمام. مش ده التشكيل اللي لعب؟ التشكيل ده مميز جدا. بس ايه عيوبه؟ عيوبه ان الدنيا مختلفة في نص الملعب عن مباراة اتحاد جدة. ليه بقى؟ ان كولر ارى في مباراه اتحاد جده ان الراجل اللي بيلاعب الفرقه في نص الملعب هو فابينيو. الراجل كورته عاليه شويه وبيطلع الباص صح جدا، فهو سنه عالي فابينيو، اضطر يحط له لعيب ذكي اللي هو كوكا، وسنه صغير هيقدر يجاريه طول المباراه، هيغلس عليه بمعنى صح، ما يحضرش الكرة منزل. اضطر فابينيو بقى مستهلك، بينزل يستلم الكرة من بدري قوي من خط دفاع اتحاد جدة، بيحاول يبني الهجمه من بدري قوي، فاستهلك بدني، ففابينيو ما ظهرش. وكان كوكا مميز جدا في الضغط على فابينيو فما شفناهوش، فخفى الميزه الاكبر في فرقه اتحاد جده اللي هم كانتي وفابينيو، بقى شغال عليهم بمروان عطيه وكوكا بالضغط العالي باستمرار والغلاسه عليهم، ما بقوش قادرين يطلعوا بالكوره وينقلوا الفرقه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. انما ليه بقى؟ ان فابينيو وكانتي دايما بيروحوا يستلموا من خط الظهر، وبيبداوا المباراه يعني بيبداوا الكره من العمق. انما الامور هنا مختلفه. هنا مارتينيلي واندريا امورهم مختلفه شويه. امورهم مختلفه في ايه؟ الناس دي بتستلم من على الاطراف شويه مش من العمق، يعني بينزلوا متطرفين شويه. اندريا ومارتينيلي زي ما قلت بينزلوا يستلموا من الاطراف شويه، فهيضطروا يشتتوا لعيبه نص الملعب عشان مثلا مروان يضغط عليهم، او كوكا مثلا يضغط عليهم، هيضطر ان هو يسيب مساحات في نص الملعب. ودول ناس لعيبه برضو ايه، عندهم لا مركزيه. ممكن تلاقي مارسيلو دخل في نص الملعب، ممكن تلاقي باك اليمين دخل في نص الملعب، يعملوا عليك كراتهم طبعا برازيليه عاليه، فيبدا هو يسحبك على الاطراف ويخترقك من العمق. بعد كده يعمل باص لعمق الملعب، يبقى عمق الملعب فاضي، فيبدا هو يخترقك من عمق الملعب ويوصل الكره طبعا للثلاثه اللي قلنا عليهم مميزين جدا قدام. فدي مشكله. الناس اللي بتستلم من على الاطراف غير الناس اللي بتستلم من العمق زي فابينيو وكانتي. الناس دي بتستلم من على الاطراف وعندها مهاره انها تعدي. انت لو رحت دخلت ضغطت عليه عنده المهاره ان هو يعدي منك. طب هتقول لي يا عم طب ايه الحل؟ اقول لك وجهه نظر.
طبعا احنا بدأنا بالتشكيل ده وكان مميز جدا، واتمنى ان هو لو لعب بيه عادي ما عنديش اي مشاكل. لو لعب بنفس التشكيل ده ما عنديش اي مشاكل، غير ان النادي الاهلي ما يقابلش من بدري. سيب لهم الكوره، قابل من بعد يعني من بعد منطقه جزاء، من اول الدايره كده اللي هي في نص ملعب. يعني من اول الدايره ابدأ قابل من هنا. ليه بقى؟ انت عندك حاجتين. اولا انت هتستنزفهم بدنيا، معدل اعمارهم عالي جدا. يعني اقل واحد فيهم اللي هم اندريا ومارتينيلي، دول الصغيرين في السن 22 و24 سنه على ما اعتقد. دول اصغر اتنين في الفرقه، غير كده الفرقه كلها معدل اعمارها كبير. فانت لما تسيب لهم الكوره، الناس دي تبدا تحضر من تحت. انت اولا واقف واخد نفسك، فرقتك واقفه كويس. مش بقول لك دافع، انت بتعمل ضغط متاخر شويه. بتبدا ان انت لو عملت ضغط متاخر شويه قطعتها من نص الملعب، فعندك سرعات بيرسيتاو، عندك حسين الشحات، عندك كهربا، عندك امام عاشور، ناس هتقدر توصلك في ظل ان هم عندهم معدل الاعمار في خط الظهر عالي. هتبدا تعمل لهم، تسبب لهم مشاكل. ده في حاله اللي هي وجهه نظر انا، ان انا قابل من بعد نص الملعب بشويه، مش من نص ملعبي. انا ابدا اقابل من بعد نص الملعب شويه. تمام. دي وجهه نظر. وجهه نظر كولر ان هو لو نزل وضغطوا على الفرقه دي وعلى لعبهم كوره ولا مش عارف دي، لا يا عم انا عايز العب فاينل يا عم. انا عايز العب فاينل. ما ممكن ما تنجحش معاك، ممكن الناس دي تبدا صح وناس على مستوى عالي وتخلص عليك، تجيب جون وتجيب اتنين وتخلص عليك. وعندهم الناس اللي تعمل كده. انا واقف ما دخلش فيا جون، واقف كويس واخد نفسي، استهلكهم بدنيا. انا عدى الشوط الاول 0-0، قسما بالله الشوط الثاني ندي الفرقه دي 2-3. اقسم بالله لو عدى الشوط الاولاني 0-0، لا الاهلي يكسب اتنين مرتاح. اتنين مرتاح. الفرقه دي من اول الدقيقه 60 كده يا جماعه ولغايه الدقيقه 90 الفرقه دي مش هتشوفها بدنيا يعني. بدنيا مش هتشوفها، مش هتلاقيهم اللي هم زي ما بداوا المباراه. هيقعوا جدا معدل بدني. تمام. فانا اتمنى حاجه واحده بس في التشكيله، مش عارف الناس هتوافقني الراي ولا لا، ان ديانج ياخد في المباراه دي. ليه بقى ديانج؟ اولا ديانج عنده قوه بدنيه عاليه، عنده صحه يديك 90 دقيقه على مستوى عالي. هتقول لي طب نريح مين؟ انا اقول لك مثلا يا عم نلعب بالثمانيتين، هم زي ما هم مثلا، يعني يا كوكا وامام يا اما مروان وامام، ويبقى ديانج يلعب سته، ويميل شويه جنب جبهه علي معلول وعبد المنعم يغطي من ورا منه، فتصبح ثلاثيه. فنحاول ان احنا نقفل المكان اللي هو بالنسبه لنا هي النقطه الاضعف. ديانج عنده الصحه والقدره ان هو يساهم في الوضع الدفاعي، ويساهم في الوضع الهجومي لو خدنا الكرة وبدأنا نروح للمرحلة الهجومية ونعمل مرتدة سريعة. عنده الصحة والقدرة البدنية ان يديك 90 دقيقة محترمة. غير طبعا مروان عطية، طبعا مع احترامي هو قدم مباراة مميزة جدا وكان نجم المباراة، مع اختلافي في حتة نجم المباراة دي. هو طبعا كان مقدم مباراة قوية جدا وممكن من اكتر الناس اللي جارت في المباراة وعمل مباراة مميزة. بس انا كان بالنسبة لي نجم المباراة الاول الشناوي، النجم الثاني محمود كهربا. محمود كهربا يا جماعة عمل ماتش قدام اتحاد جدة مميز جدا. كان احلى ماتش الكهربا شفته مع النادي الاهلي، مع احترامي حتى المباراة الهلال اللي هو جاب فيها جون مميز والكلام ده كله، الهلال السوداني. لا انا بالنسبة لي كهربا كان بيستلم ما بين الخطوط كويس جدا، بينزل لنص الملعب بيستلم وسط مين، في وسط فابينيو وكانتي وناس، وبيقف على الكوره صح، بيسلم صح وبيتحرك صح. وكان مميز وعمل اسيستين. يعني كان كهربا مميز جدا في المباراه دي. كان احلى مباراه بالنسبه لي الكهربا مع النادي الاهلي من ساعه ما جه. من ساعه ما جه على المستوى التكتيكي وعلى المستوى، لا كهربا يا جماعه لعيب ذكي جدا. لعيب ذكي جدا وهيفيدنا في المباراه دي في ظل المساحات اللي هتبقى موجوده في فرقه فلومينز. تمام. آه معلش كنت عايز اقول ايه. عايز اقول تمام. زي ما قلت لك كده ان طريقه اللعب دي نسيبوا الفرقه دي تمسك هي الكوره ونستهلكهم بدنيا، واحنا نقف مرتاحين ونيجي من الشوط. مش هقول لك يعني، مش هقول لك انت مش هتهاجم، لا انت هتقابل متاخر شويه. انا بالنسبه لي يا جماعه، انا ليه بقول الكلام ده؟ انا بالنسبه لي قسما بالله اموت والعب فاينل يعني. انا اموت واوصل نهائي، اوصلوا زي ما اوصلوا بقى. الناس بتنسى يعني. على فكره احنا عملنا ماتش عالمي جدا السنه اللي فاتت قدام فلامينجو، كنا كسبانين ولولا الكره بتاعت محمد شريف اللي راح بيها انفراد وحطها الجون صدها منه، بقت سببت فينا في هدف. وبعد كده يعني الفرقه ركبت الماتش وخدت الماتش مننا. الناس كلها نسيت ادائنا كويس وافتكرت كره محمد شريف، وافتكرنا ان احنا خسرنا. الناس بتنسى يا جماعه. الناس بتنسى مين لعب احسن ومين لعب ايه. الناس بتفتكر النتائج. الناس هتفتكر ان الاهلي لعب فاينل قدام مانشستر سيتي، مش هيقول لك الاهلي لعب قبل النهائي مع فلومينسي وقدم اداء معفن وكان دفاعي والكلام دوت. لا
انا عايز اوصل نهائي، وبعد كده اعمل اللي تعمله يعني. في النهائي اشيل 4 اشيل 5، يحصل اللي يحصل. كل حاجه ولها ظروفها، بس انا عايز اوصل فاينل. انا نفسي اوصل فاينل. فانا نفسي يبقى كولر قاعد ومركز. فانا اتمنى بس التركه الوحيده اللي انا قلت عليها ان الفرقه دي بتستخدمها، حلها ان يبقى ديانج موجود في نص الملعب عشان عنده قدره دفاعيه وقدره بدنيه تقدر تساعدك في الحاله الهجوميه وفي الحاله الدفاعيه، ويميل ناحيه علي معلول من الديفندرات نص الملعب، ويغطي من ورا منهم عبد المنعم عشان نقفل الحته خالص اللي عامله لنا مشاكل. طبعا بخلاف ان حسين الشحات كمان هيرجع ويساعد. دي التركايه اللي الفرقه دي هتلعب عليها، وافتكروا كلامي كويس، الفرقه دي هتلعب في الحته اللي ورا علي معلول. يا رب نبقوا فاكرين كلامنا. فيا رب ديانج يشارك، سواء ما شاركش او بدأ بنفس التشكيله بتاعه اتحاد جده. طبعا مفيش خلاف عليها ان هي تشكيله مميزه جدا. وكوكا اصبح يعني قال للعالم كله، قال لكل الاهلاويه ان هو لعيب كبير جدا يستحق يلعب اساسي وما يقعدش بصراحه. تمام. ف النقطتين اللي انا قلت لكم عليها، النقطه بس الاخيره اللي انا عايز اقول عليها، ان الفرقه دي يا جماعه معدل اعمارها كبير جدا. الفرقه دي بتقع بدني بدري، بتقع بدني بدري. مش عايزين ننساق معاهم ونحرق مجهود بدني معاهم ونجاريهم كوره. ان هم طبعا من الطبيعي اول 40، يعني اول شوط واول 10 دقايق من الشوط الثاني هيبقى عندهم الجهد ان هم يلعبوا شوط و10 دقايق او ربع ساعه من الشوط الثاني. فبحكم خبرتهم وبحكم ان هم لعيبه كبيره وبحكم ان هم يعني عندهم خبرات عاليه، فدي هيجاروك. فانت انك تجاريهم وتفتح المباراه قدامهم بالطريقه دي في ظل ان هم افضل حاجه ليهم الشوط الاولاني واول ربع ساعه من الشوط الثاني، انا مش شايفها ان هي حاجه صح. ما اعرفش، الله اعلم. انا يعني دي وجهه نظر. انا شايف ان احنا نقابل والله من بعد نص ملعبنا كده، من قدام نص ملعبنا على دايره السنتر كده، عندهم ان احنا نبدا نضغط من بعد الدايره، وقطعنا الكوره ورحنا بالسرعات اللي عندنا، حسين الشحات وبرسيتاو وكهربا، ومن وراهم امام وكوكا او مروان عطيه اللي هيكمل سواء في الهجمه. تمام. وان احنا قدرنا نجيب جون كان بيها، والاهلي هيقف كويس. انا عارف ان الاهلي هيقف كويس، عارف ان احنا لو جبنا جون هنلعب على المرتدات وهنبقى خطيرين جدا. دي الطريقه اللي انا شايف بيها الامثل اللي توصلك فاينل وانت مرتاح. ليه؟ الفرقه اللي قدام منك زي ما قلنا معدل اعمارها عالي جدا. فانت لما تلعبهم بالطريقه دي هتستنفذهم بدنيا. هم هيبداوا يحضروا من تحت ويبداوا يهاجموك وينقلوا الكره من هنا، وهم اللي يتعبوا وانت واقف. بتاعت الكره هتروح تعمل مرتده خطيره، وهيبقى شكلك حلو في الملعب برده. والشوط الثاني بقى تبدا تبقى انت الفعل مش رد الفعل. مش هقول لك ان ممكن الموضوع ده فيه مجازفه ان انت ممكن تستقبل هدف، لا، ما انت ممكن برضو يعني تحرز هدف بالسرعات اللي عندك وتقطع الكره وتستخلص الكره من بدري. تمام. فان شاء الله رب العالمين يطلع دايما وش حلو عليكم، يطلع دايما وش حلو عليكم، وتكون التركه اللي اتكلمت فيها ديت يعني تطلع صح، والناس تشوفها في الملعب، والناس تطلع تقول لي انت بصراحه اتكلمت فيها، والنقطه دي كانت فعلا موجوده في الفرقه دي. ويا ريت تركزوا لما يجوا يهاجموا، شوفوا الجناحين هيبقوا عاملين ازاي، قريبين من بعض ازاي. اقصى حاجه هتلاقي الجناح اللي هو عنده الهجمه بتاعهم دوت، سواء كينو، هتلاقي الجناح التاني جاي له. يعني لو كينو لو جم من ناحيه الشمال هتلاقي الجناح التاني قرب منه جامد. فالموضوع والله يا جماعه لو ركزنا فيه هتلاقوا التركية دي بتطبق على ارض الواقع. ولازم ان الناس تبقى صحيه لها، واكيد كولر مذاكر ان شاء الله كويس. وربنا يجعل التوفيق دايما في حظنا ومن نصيبنا. وان شاء الله يبقى دايما اعمل لكم ان شاء الله، لا بس نوصل ان شاء الله اعمل لكم برضو ليله ما قبل المباراه شبه كده ان شاء الله، نسهر وندردش مع بعضنا ان شاء الله. بس ان شاء الله نفوز ويبقى دايما وش حلو عليكم. ومبسوط والله ان انا الناس كلها بتبقى مستنياني وبتشارك معايا رايها. فاهم حاجه بالنسبه لي، واللي دي اللي انا بختم بيها، انا عايز العب فاينل، عايز العب نهائي. ماليش فيه بره عني. تيجي ازاي؟ تيجي بقى بص. النقطه بقى اللي انا يعني نسيت اقولها، معلش يا جماعه. الفرقه دي والله حطها، الفرقه دي ضعيفه جدا في الضربات الثابته اللي عليها. يعني ان شاء الله تجي لنا ضربه ثابته، كورنر، فاول، على حدود منطقه الجزاء، اي حاجه. الحاجات دي لو استغليناها واترفعت رفعه مميزه، قسما بالله عندهم دربكه دفاعيه في الحته دي، ان شاء الله نقدر نستغلها ونهدف ان شاء الله. وان شاء الله يبقى الفوز من حليفنا، ودايما يبقى زي ما قلت لكم كده ان شاء الله يبقى وش حلو على النادي الاهلي. وان شاء الله نوصل نهائي ان شاء الله، نقابل مانشستر سيتي. هيحصل اللي يحصل فينا بقى، انا مش هتبقى فارقه بالنسبه لي. انا بالنسبه لي كجمهور النادي الاهلي او واحد اهلاوي عندي قناعات كوره وراجل اللي هكلمكم كوره، وانا بالنسبه لي النهائي الماتش الجاي. يعني مع احترامي للجميع ومع احترامي لاي واحد اهلاوي محترم، ما حدش يفكر في اي حاجه في مباراه السيتي غير ان انت تعمل اداء محترم
ويعني لو عرفت تعمله، يعني عشان ما تضحكوش على بعض، الناس دي قسما بالله جوارديولا ده يا جدعان مفتري. بس هو في عيب اخر كام مباراه، يعني الناس اصل ايه فرحانه قوي مفكره يعني عشان هو الراجل اتعادل مع كريستال بالاس 2-2، وكان في تعادل في المباراه اللي قبليها. فالناس شافت ان جوارديولا كده السيتي بيقع، وان الاهلي قادر عليه، وان الاهلي لو عدى فلومينسي. هو طبعا مفيش مستحيل في الكوره، بس مع الناس دي مستحيل. عشان بس انا باجي لك بصراحه دغري ووش كده، الناس دي مستحيل معاها انك تكسبها. مع راجل زي جوارديولا كده لا، بالامانه قسما بالله تلعب كوره هيفتري عليك، هيموتك. لو الاهلي فكر يعني الشيطان زقه نلعب ويفتح الملعب مع الناس دي، الناس دي بتعمل قسما بالله نص ساعة ضغط عالي تعقدك في الدنيا، انت مش هتعرف تطلع بالكرة من تحت. ما تقوليش مش واللي خلقني مع الاهلي معايا في يطلع قدام السيتي بالكرة من تحت، مع احترامي للجميع يعني. الاهلي الفرقة دي، يعني انا بس بتكلم تركيا على السيتي بس بصراحة يعني، اللي اخر مباراتين سبب التعادل ايه؟ الراجل ده من بدري قوي بيحب يريح نفسه. يعني دايما السيتي بيعمل ضغط عالي من بدري قوي، ضغط عالي بطريقه فظيعه. من كل انت بتلاقي ووكر، وبتلاقي برناندو سيلفا، وبتلاقي مثلا هالاند، وبتلاقي جريليتش، وبتلاقي رودري، وتلاقي يا نهار زخمه. بص لا احنا هناخد الكوره من الاخر، كلاب بلدي بتجري ورا حته لحمه، هياخدوها. وبيخلصوا الماتش من بدري، من اول نص ساعه جون واتنين، وبيريحوا نفسهم. دايما بقى ايه يعني، هي دي التركه اللي بتحصل معاهم. بس طبعا دي بقى اللي بيستفيد بيها الناس اللي بتلعب في الدوري الانجليزي، اللي عندهم مستوى بدني عالي جدا بيكمل معاهم ال 90 دقيقه. هم بيقتلوا نفسهم في اول نص ساعه، وبيجيبوا جون وبيجيبوا اتنين، زي ما حصل معاهم في مباراه كريستال بالاس كده، وجابوا هدفين. يعني المستوى البدني بيقع شويه عشان بسبب المجهود العالي قوي اللي هم بيعملوه. فيعني ده لو يعني لو كل الكور بيعملوها، وكل الحاجات اللي جوارديولا قال لهم عليها، يعني التكتيكات اللي هو بيقول لهم عليها دي، الناس دي تخلص من الماتش الشوط الاولاني 4-5. 4-5 بيستضيفهم سوء ضغط، هجمات كتير بتبقى ضايعه وبتاع. فالناس دي تخلص 4-5 مستريح. فما تفكرش ان الفرقه المنافسه عشان بتعادل معاهم في اخر المباراه لما بيكونوا وقعوا بدني ولا بتاع، عشان بس الفرقه اللي في الدوري الانجليزي على مستوى بدني عالي. انما يعني الناس بدات يعني تشارك معايا في اللايف اهو. حراجه بيقول ده بيلعب بالاحتياطي. كمان عايز تلعب جوارديولا؟ بص كل يوم يخش في سني بيقول لي كمان عايز تلعب جوارديولا. يا عم ما احنا لعبنا البايرن ولعبنا ريال مدريد، ايه المشكله ما نلعب جوارديولا يا عم؟ ايه المشكله؟ انا نفسنا نشوفه يا عم، نشوفوه بس على الحقيقه كده، بس مش اكتر يعني. اللعيبه بتاعتنا نشوفه، تشوف هالاند كده والدنيا تبقى حلوه يعني. وان شاء الله حاجه حتى مشرفه يا عم للكره المصريه. انا عارف ان انت بالنسبه لك الموضوع ده مش هيفرق معاك، بس احمد واصل بيقول الله ينور اخوك حبيبي ابو حميد، انت منورنا حبيبي والله. انت بس لو كنت معايا على اللايف من بدري شويه، كنت قطعت على الكام تريكات اللي انا اتكلمت عليهم على فرقه فلومينسي ديت، واتكلمت عليهم ازاي. فبرضه هختم مع الناس برضه سريعا كده بكل اللي قلته في بيقول لي بلاش عشان موديست هيزعل. يا عم ده موديست اقسم بالله حرجه، عايز توك توك ينقله يعني يسنطره، وياخد العربيه بتاعت النقاله دي ياخدها توديه ال 18، والنبي ال 18 معلش عشان في اوفر هيترفع في الياري كمان ربع ساعه. ده يا عم ده لعيب اقسم بالله، انا اكتر لعيب ضحكني في النادي الاهلي، اكتر لعيب ضحكني، اكتر صفقه ضحكتني النادي الاهلي كان الراجل ده. وكان لعيب تاني يا رب اسمه ايه، افتكر لكم اسمه، كان جه الاهلي في فتره، اسمه ايه يا ربي؟ إيه مش فاكره والله. اللعيب ده كان اقسم بالله كان بيفصلني ضحك برضه. كان ايام غير صندوق اولوسيه يعني اللي لعب مع مباراه ريال مدريد. ان شاء الله اللايف الجاي افتكر لكم اسمه واقول لكم عليه. بس ان شاء احمد واصل ان شاء الله 3-1. دي نفس النتيجه اللي انا متوقعها يا ابو حميد. توقع الماتش حرجه كده، قول لي توقعاتك ايه في المباراه؟ ان شاء الله الاهلي هيعمل ايه، هيكسب ولا هيخسر؟ انا عارف ان انت عايزه يخسر، بس ان شاء الله هنكسب. تمام. انا بس هقول بسرعه كده شويه الاحصائيات اللي انا كنت محضرهم عن الفرقه دي، عشان احمد والناس ما كانوش معايا على اللايف من بدري. قلت الفرقه ديت مركزها فلومينسي في الدوري البرازيلي في المركز السابع، عندها 56 نقطه بفارق 14 نقطه عن بالميراس اللي هو الاول. الفرقه دي لعبت 38 مباراه، فازت في 16 مباراه، وتعادلت في 8، وخسرت في 14 مباراه. الفرقه دي مهدفه 51 هدف، معدل تهديفي عالي جدا للثلاثه اللي قدام، اللي هو كينو طبعا ما يخفاش على حد. حراشه انت وياسر معايا على اللايف، ما يخفاش على حد كينو الراجل بيعمل ارتو عالميه يعني. ربنا يستر ان شاء الله ما يعملهاش معانا ويبقى ناسيها، وربنا يعميه يا رب باذن الله في المباراه دي.
والفرقه دي جابت 51 هدف واستقبلت 47 هدف. ده برضو يدل ان الفرقه دي عندها مشاكل دفاعيه وبتلعب مباريات مفتوحه. طبعا هي كل الفرق البرازيليه بتلعب ايه؟ بتلعب كده باستمرار. بلال بيقول ان شاء الله 1-0 للاهلي. بيرسيتاو، انا متوقع ان بيرسيتاو ان شاء الله هيهدف بسبب المساحات الموجوده دي وسرعاته ومهاراته اللي موجوده. ان شاء الله وحسين الشحات يقدروا يعملوا حاجه. آه بس دخل فيهم جوان ياما. ايوه دخل فيهم جوان ياما عشان الفرق دي بتلعب كوره حراشة. الفرق دي بتلعب مباراه مفتوحه. يعني بمعنى صح انت جيب وانا اجيب. شغل البرازيل بقى، انا بلعب مباراه مفتوحه، انا هدف فيك وانت هدف فيا، الدنيا مش فارقه. ياسر مش عايز يخش اللايف معانا ومش عايز يقول حاجه ومش عايز يقول توقعات المباراه عشان شكله حاسس ان الاهلي هيكسب. انت بتتكلم على دومينيك يا حراشه؟ ممكن دومينيك، بس اللي انا فاكره ما كانش دومينيك اللي انا كنت بتكلم عليه. ان شاء الله افتكره لكم المره الجايه. الفريق ده عامل شبه سان داونز بس برازيل. كوك نفس طريقه لعبهم فعلا. هو طبعا البرازيليين بقى احنا هم اللي اخترعوا قصه طريقه اللعب دي. يعني سان داونز بس مبتكره جديده معاها شويه في افريقيا، انما البرازيليين هم اللي طبعا بدعوا الكره اللي على الارض وبدعوا الكره السهله. آه، زي ما قلنا اخر مباراتين بقى اللي انا عايز اقوله، بس معلش عشان الناس اللي ما كانتش معايا من بدري. اخر مباراتين للفرقه دي في الدوري البرازيلي خسرت على ملعبها 3-2، واخر مباراه خسرت 1-0 من بالميراس على ملعب بالميراس. تمام. ده اللي انا قلت برضو ان معدل اعمار الفرقه دي تشكيلتهم زي ما قلنا الاساسيه اللي بتلعب بشبه اساسي مليون في الميه. دي التشكيله اللي هتلعب قدام النادي الاهلي، اللي هو فابيو سانتوس الحارس المرمى اللي عنده 43 سنه، اللي صح ما اتكلمتش عليه كتير ان هو عنده مشاكل. هو حارس طويل وحارس مميز وخبره. عندهم كده في البرازيل عامل شبه عصام الحضري كده عندنا. هم سايبينه مكمل لغايه 43 سنه. هم عندهم ثقه في ان هو حارس كبير، ان هو دايما مقدم مستويات عاليه في الدوري وبتاع معاهم وكده. وبالدليل هم واخدين البطوله بتاعت كاس ليبرتادوريس ده اللي خدوه. فالحارس بيقدم مستويات عاليه. عنده مشكله اللي هي جامده جدا ان هو الكور اللي على الارض صعب بينزل لها بصعوبه نظرا لسنه طبعا وطوله. فبينزل للكور دي بصعوبه. انما هو الكور الهوائيه ومميز فيها بيطلع يمسك الكور اللي في الهواء بسهوله. اللي هو فابيو سانتوس ده عنده 43 سنه، وقلت لكم هي دي مشاكله ان الناس تشوط عليه على الارض. يعني الناس دي لو شوط عليه على الارض ان شاء الله نقدر نسجل فيه. طبعا ما يخفاش على حد مارسيلو، لاعب ريال مدريد المميز اللي هو عشق الاول طبعا بالنسبه لي، احسن باك شمال في العالم هو روبرتو كارلوس. وبالنسبه لي مارسيلو رقم واحد. عنده 35 سنه. فيليب ميلو، دي التشكيله اللي بتلعب بيها الفرقه. فيليب ميلو عنده 40 سنه. نينو رقم 33 عنده 33 سنه. جوجا الباك اليمين عنده 32 سنه. وده المركز الوحيد اللي الراجل بيبدل فيه، اللي هو بيلعب يا صامويل يا بيلعب جوجا. اما الاثنين بقى اللي هم الخطيرين جدا اللي هو مارتينيلي، طبعا مش مارتينيلي بتاع الارسنال، مارتينيلي لعيب رقم 8 مميز جدا. واندريا ده رقم 7 لعيب قاتل. لعيب برشلونه عايزه، ريال مدريد عايزه، وعامل يعني قلق. واخد احسن لعيب في الدوري البرازيلي، ويعني عامل موسم خرافي وهو اللي جاب لهم البطوله الاخيره ديت. عنده 22 سنه قدام اكمل الخطوره كلها. وجانسو رقم 10 ده عنده 34 سنه. وكينو طبعا ما يخفاش على حد، كينو بتاع بيراميدز عنده 34 سنه. وارياس دوت عنده 26 سنه. وكانوا الفيرود اللي هو عنده 35 سنه ده يا جماعه فيرود مميز جدا. الراجل ده لو جاله 3 كور هيجيب جونين قسما بالله. لو جاله 3 كور هيجيب جونين. فيرود جامد جدا، اتفرجت عليه، اتفرجت له على اهداف. فدي تشكيله فلومينسي البرازيلي. ان شاء الله ما يكونش موفقين وما يكونش يوم النادي الاهلي، وان شاء الله يبقى دايما وش حلو على النادي الاهلي. ان شاء الله اشوفكم بعد المباراه، ان شاء الله نبقوا فايزين يا رب. نوصل فاينل، ده طموحاتي ان شاء الله ان احنا نوصل فاينل. مش فارق معايا نوصل ازاي، نوصل اداء وحش، انا مش فارق لي الاداء. نوصل زي ما قلت لكم، نركز على الضربات الثابته مع الفرقه دي. نركز على ان احنا يعني نزلوا استهلكوا بدني بدري قوي. هيقعوا من اول الدقيقه 60 و65 هيقعوا بدني. النادي الاهلي عنده القدره في الاعمار واللعيبه ان احنا نقدر نكمل 90 دقيقه. فان شاء الله يعني من الدقيقه 60 للدقيقه 90 النادي الاهلي انا واثق مليون المية ان هيبقى متفوق وماسك الملعب من الالف للياء زي ما بيقولوا، ومتسيد الملعب في الفتره دي بالذات من المباراه. وان شاء الله الفتره دي الاهلي يقدر يسجل فيها هدف واثنين. افتكروا كلامي كويس. ان شاء الله من فتره من الدقيقه 60 للدقيقه 90 النادي الاهلي ان شاء الله هتبقى فتره يعني زخمه التهديف بالنسبه له ان شاء الله. ويا رب يا رب النصر يبقى حالفنا. يا رب نلعب فاينل، ده اهم حاجه عندي. يا رب ان شاء الله يبقى وش حلو عليكم ونلعب فاينل. اخواتي وحبايبي اللي مشرفيني، ان شاء الله اشوفكم بعد المباراه ودايما يبقى وش حلو عليكم. مع السلامه.